هل لاحظتِ اللي أنا ملاحظاه مؤخرًا والّا لأ؟ لاحظتِ إن مؤخرًا ناس كتير أوي بقت حاسة بفقدان الشغف، ما بقتش عندها أي اهتمام لأي حاجة في الحياة، فقدت المتعة والسعادة، ما بقتش عارفة إيه اللي بيحصل بالضبط. أنا ما كنتش كده، أنا كنت باتبسط أكتر لمّا باقعد مع أهلي، كنت باتبسط لمّا باخرج، كنت باتبسط لمّا بانزل. حاجات كانت بتبسطني ما بقِتش بتبسطني دلوقتي، وبقيت أكتر عايزة أقعد مع نفسي، وما بقيتش عارفة بالضبط أنا عايزة إيه، ومش عايزة أتكلم مع الناس، بطّلت أخرج، بطّلت أقابل صحابي. قبل ما نبدأ في الموضوع لو أنتِ جديدة هنا عايزة أقول لِك هاي أنا اسمي مريم، وأنا certified holistic life coach، وهدفي في القناة إن أنا أوصّل كل بنت وكل ست إن هي تعرف قوتها، وإن هي توصل لأحسن نسخة من نفسها وتحسّن حياتها. فلو دي حاجة تهمِّك يا ريت تخليكِ موجودة في القناة عشان أنا متأكدة إن أنتِ هتستفيدي أكتر من الفيديوهات الجاية، ولو ما شُفتيش الفيديوهات اللي قبل كده أنصحِك إن أنتِ تشوفيها لإن هي كمان أكيد هتفيدِك. وملحوظة سريعة لو تحبي تشتغلي معايا في private coaching call تقدري تحجزي من اللينك تحت في البايو، وخلّينا نكمّل. لمّا حاجات ما بقِتش بتبسطِك زي الأول، لمّا بقيتِ تحسّي أكتر إن أنتِ عايزة تقعدي مع نفسِك، مش عايزة تخرجي، مش عايزة تقابلي الناس، السفر ما بقاش بيساعدِك، إن أنتِ تشتري حاجات ما بقاش يساعدِك، إن أنتِ تقعدي على الإنترنت أو إن أنتِ تتفرّجي على movies أو Netflix، حاجات كتير كنتِ بتحبي تعمليها وبتسعدِك، فقدتِ الشغف، ما بقيتيش عايزة تعمليها، بقيتِ عايزة أكتر تقعدي مع نفسِك وتقضّي وقت أكتر مع نفسِك. فكتير أوي بيسألوا هل ده معناه إن أنا دلوقتي داخلة في مرحلة اكتئاب؟ هل ده معناه إن أنا دلوقتي عندي حالة نفسية؟ والرد على السؤال ده بصراحة مش بيكون سهل وبسيط، إن أنتِ تقعدي مع حد متخصص أكيد ده هيساعدِك جدًا، ولكن أنا عايزة أقول الحالة العامة، إيه اللي بيحصل عامةً في العالم مش بس أنتِ، لإن أنتِ هتلاحظي إن ممكن تكون أختِك بتمُر بنفس الحاجة، صحابِك ممكن يكونوا بيمُرّوا بنفس الحاجة، ممكن يكون حد من أهلِك، قرايبِك، حد حواليكِ، أو بتقري أو بتسمعي إن الناس كتير أوي بقت فاقدة الشغف وما بقِتش حاسة بالحياة زي الأول، فيا ترى ليه؟ وعايزة أقول إن كل اللي باشاركه معاكم في الفيديو ده هو من خبراتي أنا، من تجاربي أنا الشخصية، وأفكاري أنا الشخصية، أكيد أحب إن أنتِ تسمعي ولكن عايزاكِ تشغّلي عقلِك، عايزاكِ تسمعي كمان ناس تانية لو أنتِ مش مقتنعة أوي بكلامي، وأنا مش هنا عشان أفرض عليكِ رأيي، ولكن أنا باقول من تجاربي أنا الشخصية ومن الناس الكتير اللي أنا اشتغلت معاهم ومن حاجات حصلت لي أنا، ففرصة حلوة إن أنتِ تسمعي الآراء المختلفة وتشغّلي عقلِك. عايزة أقول إن مؤخرًا بقى في ناس كتير أوي بيحصل معاها كده فقدان الشغف، وإن ده معناه إن أنتِ وصلتِ لمرحلة you are going to level up in life. يعني إيه؟ مرحلة قبل الصحوة الروحية، ربنا عايزِك ترجعي تاني لنفسِك، عايزِك ترجعي تاني للأصل، عايزِك ترجعي تاني تشوفي الحياة بطبيعتها، تشوفي الحياة بشكل مختلف، لإن إحنا في العصر اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي من كتر الحياة السريعة ومن كتر السوشيال ميديا ومن كتر ما إحنا بنقعد مع ناس نسمع حكاويهم ونشوف ناس بتنجح وناس بتعمل حاجات، وبقينا مهتمين أوي بالحاجات اللي برّه، بقينا عمّالين نجري أوي علشان نمتلك، عشان الماديات، باجري وباسعى في الحياة علشان يبقى عندي فلوس علشان أقدر أشتري، علشان شكلي يبقى زي البنت دي، أو علشان يتقال عليَّ أنا عايشة في المستوى الاجتماعي كذا، وبقينا عايشين كأننا في سباق، بقينا عايشين كأنها it's a competition و who's gonna win، مع إن الحياة مفهومها مش كده خالص، وربنا ما جابناش الحياة علشان كده أبدًا، وعلشان كده معظم الناس اللي ابتدت تمشي في الطريق ده، طريق الماديات، طريق إن هي تنسى هي هنا ليه، وتبتدي إن هي تدخل في طريق إن أنا باسعى ورا الحاجات اللي ربنا ما جابنيش هنا علشانها،
بتنغمس قوي في الحتة دي، بتنغمس قوي في المظاهر والماديات، وبتنغمس قوي في المقارنات، وتقارن نفسها بالناس، وتقارن نفسها أنا مش ناجحة، أنا فاشلة، وكل الحاجات دي. تبتدي توصلي لمرحلة إن انتي خلاص فقدتي الشغف في الحياة. وأنا شايفة إن دي البذرة. يعني أنا شايفة إن دي إن أول ما يبتدي يحصل معاكي حاجة زي كده، إن انت تبتدي تحسي إن انت عايزة تنعزلي، تبتدي إن انت مبقيتيش عايزة تقعدي في الدوشة، تبتدي تبعدي عن أصحاب معينين، ناس كانوا قريبين منك مبقيتيش بتحبي تقعدي معاهم، حاجات كنت بتعمليها بدأت تفقد أهميتها بالنسبة لك. كل ده معناه إن انتي وصلتي لمفترق طرق. دي مش حاجة وحشة أبدا. أنا بقولك من تجاربي أنا الشخصية، أول ما تبتدي تلاحظي إن انتي دخلتي في مرحلة ابتديتي تحسي إن الحياة حواليكي مش زي ما انتي فاكرة، ابتديتي تسألي أسئلة كتير، ابتديتي تتغيري، ابتدى اهتماماتك تتغير. دي مرحلة حلوة قوي لو فهمتي ازاي تستخدميها لصالحك. لو فهمتي ايه اللي بيحصل، اللي بيحصل ان انتي الوعي عندك ابتدى يزيد، ابتديتي تتغيري، ابتدى مفهوم الحياة يوضح اكتر عندك. ودي حالة عامة بتحصل حاليا. ناس كتير قوي ابتدت توصل لمرحلة الصحوة الروحية، او ان هي تقرب اكتر من ربنا وتفهم اكتر هي جاية الحياة دي ليه. لأن دي طريقة من الطرق اللي ربنا بيوجهنا بيها، وهي إنه بيخلينا مش حاسين بالسعادة وبالبهجة ناحية حاجات معينة. وده علشان ترجعي تاني لنفسك، علشان ترجعي تاني للي جوه، ترجعي للأصل، تعرفي انتي هنا ليه، أنا جيت الحياة دي ليه. هل أنا موجودة هنا علشان آكل وأشرب وأشتغل، أو موجودة علشان آكل وأشرب وأذاكر، أو موجودة علشان بس أنجح، أو موجودة علشان هدفي إن أنا أتجوز وأخلف ويبقى عندي عيلة وأسرة. وللأسف الشديد كل لما بتفضلي تجري ورا الحاجة اللي في الحياة، إن أنا عايزة أنجح تنجحي، تبتدي تدوري على حاجة تانية تجري وراها. عايزة أتجوز تتجوزي، تبتدي تجري ورا إن أنت تخلفي، خلفتي واحد عايزة تخلفي اتنين، اشتغلتي في الشركة الفلانية عايزة ترقى، وتفضلي في دوامة الحياة تجري تجري تجري. وما بقاش عندك مفهوم أنا فعلا موجودة هنا ليه. ولما بتفضلي عايشة في الحالة دي فترة طويلة، حالة الصراع، حالة الجري في الحياة، عارفة الهامستر ويل، تعملها تجري ورا نفسك في نفس الدوامة. لما بتفضلي عايشة في الحالة دي لفترة طويلة جدا، تبتدي توصلي لمرحلة ان انتي خلاص كل حاجة ما بقاش ليها معنى، ما بقاش ليها لازمة. وده معناه ان انتي محتاجة ترجعي to reassess your life، ترجعي تاني تقعدي مع نفسك وتشوفي أنا بعمل إيه غلط. تقعدي تسألي نفسك أسئلة، أنا وصلت للمرحلة دي ليه؟ لأن مفيش أي حاجة بتحصل في الحياة من غير سبب. مفيش أي coincidence. I don't believe in coincidence. كل حاجة موجودة أو بتحصل حواليكي، بتحصل لك أنت شخصيا، بتحصل لسبب، وبتحصل علشان تبعتلك رسالة معينة. انت بقى عليك ان انت تكوني ست ذكية، بنت ذكية، تعرف انا ليه بيحصل معايا كده، او انا ليه بقالي فترة حاسة بالمشاعر دي. وصدقيني أول لما تبتدي تسألي نفسك السؤال ده، الرسائل هتبتدي تنزلك. علشان كده مهم جدا ان انت وانت في الحالة دي مش عايزاكي تكتئبي، مش عايزاكي تزعلي، مش عايزاكي تحسي ان انت فيكي حاجة غلط، مش عايزاكي تحسي ان خلاص الحياة وقفت، مش عايزاكي تقولي انا اعمل ايه مع نفسي، انا ضايعة، انا تايهة. بالعكس انا عايزاكي تبقي ست ذكية. ولما تحسي بالمشاعر دي وتحسي ان انت حياتك فيها حاجة متلخبطة، دي مجرد رسالة، مجرد message for you، مجرد تنبيه ان انت تعرفي الحاجة دي بتحصل لي ليه، واعمل ايه علشان استفيد منها قدر الامكان، واخرج منها ست انضج، اخرج منها بوعي اعلى، اخرج منها واحدة فاهمة الحياة وعارفة انا جاية هنا ليه.
وبعمل ايه وعايشة ليه، بضيع وقتي في ايه، بستخدم فلوسي ازاي، بتعامل مع الناس ازاي، انا ايه هدفي في الحياة، انا جاية هنا ليه. وعشان كده انا عايزة اقولك انا رأيي الشخصي، واتمنى ان انتي تسمعيه للاخر. عايزة أقولك إن إحنا مش موجودين هنا علشان نفضل عايشين في الدوامة، دوامة الحياة اللي هي أنا اتولدت، درست، دخلت المدرسة، اتخرجت، اتجوزت، خلفت، كبرت في السن ومت. كده، زي ما جيت زي ما رحت. تفتكري هل دي هي الأسباب الحقيقية اللي ربنا جابك الحياة هنا علشانها؟ عايزاكي تسألي نفسك، لأن أكيد إحنا موجودين هنا لحكمة معينة. احنا موجودين هنا علشان احنا ربنا اختارنا، علشان احنا لينا رسالة ولينا هدف في الحياة. دورك ان انتي تعرفي اهم واول حاجة، وهي ان الحياة دي كلها عبارة عن سيميليتر. يعني كل اللي انت شايفاه حواليكي وكل حاجة بتحصل حواليكي، كل ده مش حقيقي. اوكي، انتي نفسك، شكلك ده مش انتي، جسمك ده مش انتي. انتي الحقيقية هو وعي، هو روح، طاقة. انتي الحقيقية أعلى وأكبر بكتير من مجرد شكلك في المراية، من مجرد عندك كام في البنك، من مجرد بتشتغلي ايه. الحياة دي كلها مش موجودة علشان انتي تيجي تمشي ورا القطيع في نفس الطريق، تعملي نفس الحاجة لحد ما حياتك تنتهي وتبقى زي ما جيتي زي ما مشيتي. اوكي، كل حد فينا، كل واحدة ست فينا عندها القدرة ان هي يبقى ليها هدف ورسالة سامية في الحياة. مش وحش ان انت يبقى عندك هدف ان انا عايزة افتح شركة، او ان انا يبقى عندي هدف ان انا عايزة اخس، او ان انا يبقى عندي هدف ان انا عايزة اعمل فلوس. كل دي اهداف حلوة، ولكن اهداف دنيوية. علشان كده لما بتفضلي تجري وراها الاهداف الدنيوية بس، في الاخر لما بتوصلي لها بتفقدي الشغف. في الاخر بتحسي طب ما انا عمالة اعمل الحاجة دي، ما وصلت لكل اهدافي، دلوقتي اعمل ايه؟ علشان كده في دراسات كتير قوي اتعملت بره، الناس اللي بتكسب اللوتري، يعني بتكسب فلوس مرة واحدة، او بيبقى عندها اهداف كتير وعايزة تحققها، بتوصل لمرحلة الانتحار. نسبة كبيرة قوي من الناس اللي بتعمل فلوس بسرعة أو بتحقق كل أهدافها في الحياة، يا إما بيوصلوا لاكتئاب شديد، يا إما بيوصلوا لمرحلة الانتحار. وده ليه؟ لأن هم عمالين يجروا بس ورا الأهداف الدنيوية. الأهداف الدنيوية حلوة لأن احنا نكمل في الحياة، لأن احنا نبقى بنتطور، ودي حاجة حلوة ان انت تفضلي تطوري من نفسك، تغيري من طريقة حياتك، تخلي بالك من جسمك، تفتحي شركة، اشتغلي، ادرسي، كلها حاجات حلوة وهايلة جدا. ولكن انا بتكلم على ليه بتفقدي الشغف رغم ان انتي بتحققي اهدافك. عمرك سألتي نفسك السؤال ده؟ انا كان نفسي اتجوز واتجوزت، بعدين خلاص ها وبعدين عمالة اجري بقى عايزة احقق الهدف اللي بعده واللي بعده واللي بعده. علشان كده اول لما توصلي لأهداف كتير أو تبقي عايشة في رتم حياة هو زي ما هو، تقومي الصبح تفكري هاكل ايه، بعد الظهر هقابل صاحبتي، بالليل هتفرج على التلفزيون، وهكذا لحد لما تبقي مش عارفة طب وبعدين. هنا بقى تيجي النقطة اللي أنا بتكلم فيها، وهو إن لازم، ثم لازم وأساسي، إن يكون عندك هدف سامي في الحياة، إن يكون عندك رسالة، بمعنى أصح إن يكون ليكي لازمة سامية، إن حاجة تعمليها تبقى ما بينك وما بين ربنا. مش بتبقي تعمليها علشان شهرة، علشان followers، علشان فلوس، علشان الناس تعرفك، علشان الناس تسقفلك. تبقي حاجة بتعمليها جوه قلبك، نيتك أنا بعمل الحاجة دي علشان ربنا، علشان أنا أكيد ليا رسالتي. وأنا عارفة إن مش سهل إن انتي تعرفي هي إيه رسالتك في الحياة، انتي موجودة هنا ليه. في ناس ممكن تكون رسالتها في الحياة إن هي تتكلم، تنصح. في ناس ممكن تكون رسالتها في الحياة إن هي عدت بتجارب معينة ودلوقتي ربنا خليها تمر بالحاجات دي علشان آه، تبقى كأنها رسالة لناس تانية.
في ناس رسالتها في الحياة إن هي تضحّك الناس زي ممثلين الcomedians، في ناس رسالتها في الحياة إن هي تبقى مبدعة في حاجة معيّنة، إن هي تنتج حاجة معيّنة، فمهم إن أنتِ تعرفي إيه هي مواهبِك. اقعدي مع نفسِك، عايزة أقول لِك إن أنتِ محتاجة تقضّي وقت مع نفسِك على قد ما تقدري. لو أنتِ بتمُرّي بمرحلة فقدان الشغف، اقعدي فترة مع نفسِك، ادّي لنفسِك وقت، لو تقدري تاخدي إجازة هيبقى هايل جدًا، تقعدي أنتِ لوحدِك في حتة هادية رايقة، مجرد إن أنتِ بس تستقبلي، تركّزي. أو لو مش هتقدري تعملي كده، لو أنتِ سِت متجوزة وعندِك أولاد وجدولِك مشغول، حطي لنفسِك ساعة في اليوم على الأقل، يا إما ساعة أول ما تصحي، يا إما قبل ما تنامي، لإن الفترتين دول أكتر فترتين الوعي عندِك بيكون عالي، العقل بيكون صافي والsubconscious عندِك بيبقى متفتح أكتر. فاعملي لنفسِك ساعة في اليوم على الأقل، لو أكتر يبقى كويس، إن أنتِ تقعدي to assess your life، يعني تشوفي اللي فات أنا عايشاه إزاي، هل أنا عايزة أعيش اللي جاي زي ما كنت عايشة اللي فات؟ أكيد لأ. عايزة منِّك تقعدي مع نفسِك وتاخدي ورقة وقلم وتكتبي إيه هي مواهبِك في الحياة، إيه الحاجات اللي أنتِ بتحبي تعمليها، إيه الحاجات اللي أنتِ ممكن تقضّي فيها ساعات من غير ما تزهقي، إيه هي الحاجات اللي أنتِ ممكن تفيدي بيها الناس وفي نفس الوقت بتبسطِك أنتِ أو بتسليكِ أو بتحسسِك إن أنتِ you're more connected to God، يعني أكتر عندِك اتصال روحاني أكتر. إيه هي الحاجات اللي أنتِ بتحبي تعمليها بتأدي للمشاعر دي؟ أنا بالنسبة لي اكتشفت مؤخرًا إن أنا باحب أوي أشارك تجاربي في الحياة، باحب أساعد الناس وخاصةً البنات والستات، باحب أوي أشوف الناس بتتطور، باحب أشوف الناس مبسوطة، باحب أشوف الناس في نسخة أحسن من نفسهم، ولاحظت إن دي حاجة من جوايا أنا ما بيني وما بين ربنا، أنا باعمل كده لله، أنا مش بادوّر على أي حاجة تانية. وعايزة أقول لِك على حاجة مهمة جدًا وهتفاجئِك، إن أنتِ أول ما تعملي حاجات تساعدي بيها الناس اللي برّه بنية المساعدة، هتلاقي كل الحاجات الدنيوية التانية it's following you. يعني لمّا هتبتدي تعملي حاجة بنية إن أنا عايزة أساعد، وبنية إن أنا ليّا رسالة، وبنية إن أنا دي حاجة خالصة لله، إن أنا ما أجيش الحياة هنا وأمشي من غير ما أساعد الناس، من غير ما أعمل حاجة فعلًا في الأرض، هتلاقي ابتدى ييجي لِك فلوس، هتلاقي ابتدى ييجي لِك شهرة، هتلاقي ابتدى تتفتح لِك طرق وسكك تانية، لإن أنتِ كده بتبقي من المُعمّرين في الأرض. ربنا بيحب الناس دي، الناس المُعمّرة، الناس اللي ليها لازمة، الناس اللي بتيجي هنا علشان تعمل حاجة، مش بتيجي علشان بس تعيش، تاكل وتشرب وتنام وتمشي في دوامة الحياة وتنسى هي موجودة هنا ليه. ده سبب من أسباب أنتِ ليه فاقدة الشغف. عمرِك فكرتِ قبل كده إن أنتِ تعملي حاجة صغيرة لحد من غير ما يبقى عندِك أي توقعات، من غير ما تبقي مستنية أي نتايج؟ عمرِك قبل كده فكرتِ إن أنتِ مثلًا for example تجيبي هدية وتدّيها لجارتِك كده من غير مناسبة، أو تتصلي بصاحبتِك مثلًا بقى لِك كتير أوي ما كلمتيهاش وتقولي لها وحشتيني عاملة إيه، باتطمن عليكِ، بادعي لِك، بتيجي على بالي، أو مثلًا إن أنتِ أسهل حاجة تشوفي حد فقير محتاج وتدّي له صدقة. عايزاكِ تشوفي المشاعر اللي هتحسّي بيها، إن مشاعر إن أنتِ تدّي، مشاعر إن أنتِ تبقي معطاءة، مشاعر إن أنتِ تبقي معطاءة بتزوّد جدًا عندِك الطاقة، بتزوّد طاقتِك، بتزوّد حالتِك النفسية الحلوة. فاحرصي دايمًا إن أنتِ تعملي حاجات مش علشان أي نتيجة دنيوية، إن أنتِ تبتدي تتواصلي أكتر مع ربنا، تزوّدي أكتر الروحانيات اللي عندِك بإنِّك تبقي إنسانة جاية هنا ولو بهدف صغير، حتى لو أنتِ ما عندكيش فلوس تدّي، حتى لو أنتِ مشغولة، نصيحة ممكن تدّيها لحد، comment تكتبيه لحد محتاج أي مساعدة، حاجات بسيطة هتفضل تحسّي إن أنتِ ليكِ لازمة في الحياة أكتر من إن أنتِ يبقى عندِك حاجات دنيوية كتيرة ولكن حاسة بالفراغ اللي جواكِ. جرّبي تعملي كده، وأنا متأكدة إن ده هيأثّر معاكِ جدًا وهيغيّر لِك حياتِك.
لو الفيديو عجبِك أتمنى إن أنتِ تعملي لايك وسبسكرايب، وممكن تعملي شير مع صاحبتِك اللي محتاجة تسمع الكلام ده، وخليكِ موجودة معايا علشان تستفيدي أكتر من الفيديوهات الجاية، وأحب أسمع رأيِك كمان في الكومنتس، ولو عندِك أي أسئلة يا ريت كمان تكتبيها في الكومنتس، وأشوفِك في الفيديو الجاي. باي باي.